ايا كانت هي كام. انا كان عندي طبقين رز وطبق بطاطس زي ما انت شايفه، ده الاكل البايت. بواقي الاكل البايت تملي بحط جنبها صنف يزق زقه واليوم يمشي بعون الله. وجبت ب 10 جنيه بطاطا، بس البطاطا كنت جايباها بقالي كام يوم حطها في التربو. خلينا في ال 35 جنيه دول، انا جبت بيهم ايه وهعمل بيهم ايه. بس الاول يلا نسوي البطاطا عشان انا حامل وهفتانه ومش عايزه اقول لك روحي سايخ ازاي عليا يا اختي. بعملها بالعسل، العسل احسن واوفر طريقه وبيديها تسكيره. اللهم بارك، صلي على الحبيب قلبك يطيب. قبل ما نبتدي انا اقول لك انا جبت ايه ب 35 جنيه. اكتبي لي ميزانيتك ايا كانت يوميه او اسبوعيه او حتى شهريه، وان شاء الله وبفضل من الله هعمل لك ميزانيات باصناف كتير واقلل اسعار وتريكات كتير هتفرق معاكي. كلنا بنحاول ونسعى ونجتهد وكله على الله. الاسعار غاليه جدا، كل يوم بحال وكل يوم بسعر، بس انا يشهد ربي ايا كان السعر اللي انا بجيبه بقول لك عليه في الفيديو زي ما هو. ما اعرفش ليه تاني يوم الاسعار بتغلى، انا مش فاهمه. المهم انا حطيت معلقتين كبار من السكر وهدلقهم على البطاطا بشويه ميه ادوب فيهم السكر، وهولع عليها وهنولع كمان على حلتين ميه. هعمل صنف تاني مع الصنف ده، وادي البطاطس وادي الرز. كانت الاجنحه حطيتها في شويه ميه بخل ساحت، اللهم بارك. ده نص كيلو اجنحه ب 35 جنيه، بيعملوا معاكي من 4 ل 5 اجنحه على حسب وزن الجناح وحجمه قد ايه. المهم انا النص كيلو ده ب 35 جنيه هديله 3/4 سلقه عشان احافظ عليه. ولعت على حله الميه عشان بعمل صنف تاني زي ما قلت لك، وبسبك شويه طماطم. بعمل كذا صنف بما ان النهارده مفيش غدا ومش هقدر اقف كتير في المطبخ. المهم ما اكدبش عليكي، اديت الاجنحه 3/4 سلقه، وكمان حضرت الميكس اللي انا هعمله بيها معلقه من السبع بهارات، فلفل اسود، ملح، وده دقيق وبقسماط انا عاملاه ومجهزاه. باخد منه معلقتين كبار على التوابل، وهنزل عليه بربع كوبايه من المرقه اللي سلقت فيها الاجنحه. طبعا انا هنا نسيت ان المرقه كانت سخنه، فاول ما حطيتها على البقسماط والدقيق فتقلت مني، فغلبتني في التقليب، خدت مني بتاع 5 أو 10 دقايق تقليب كده عشان في دقيق، فقلب معايا سمكه تقيل. انا كده كده عايزاه سمكه تقيل، بس انا بقلبه خد مني وقت في التقليب، بقول لك يعني ان هو ما كتلش. بعد ما قلبته وخلصت تقليب في كده، هجهز كمان نفس الميكس ده على الناشف بدون ميه ولا مرقه ولا اي حاجه، وهبدا احمر في الاجنحه. اللهم بارك، هتاكلي جناح كريسبي ولا احسن كنتاكي. والحكايه كلها في 35 جنيه. حياه الاكل، طبق بطاطس، طبق رز، طبق مكرونه، ايا كان. لو عندك اكل بايت هاتي نص كيلو من الاجنحه زي ما قلت لك كده، مش هيقل معاكي عن 4 اجنحه. ولو وزنها كبير هيبقوا اسفه، لو وزنها صغير هيبقوا كمان 5 اجنحه. انا هنا بقلب الميكس اللي انا عملته الكريمي ده، ونفس المرقه دي هجيبها جنبي، وكمان معايا ميكس من البقسماط والدقيق، وبصفتها من المرقه كويس الاجنحه، وهنزل بيها بالتتبيله دي من الكريمي للناشف البقسماط، وهكذا. عايزه تكبري حجمها روحي وتعالي كذا مره ما بين ده البقسماط والميكس الكريمي اللي انت عملتيه، وهتتقلي منك، مش هتاخد منك ثواني. اهم حاجه ما تهريش الاجنحه وانت بتقليها. بصي شكل الجناح اللهم بارك، مفيش احسن من كده. وكانت ريحتها حلوه جدا. عايزاها سبايسي تقدري تزودي فيها معلقه شطه. ما تنسيش تكتبي لي ميزانيتك ايا كانت هي كام، وان شاء الله بفضل من الله هحاول اعمل لك ميزانيات بكل الاسعار اللي بتجيلي. هنا خلصتهم، هنزل بيهم بزيت سخن. عملوا معايا 4 اجنحه، اللهم بارك. مش هتاخد منك وقت، على الناحيتين هتقليها وتحمريها، وغرفت اكل اللهم بارك. 4 اجنحه مع طبق بطاطس مع طبقين رز